من ألذ السندوتشات اللي ممكن نعملها لولادنا الصبح وهم رايحين المدرسة سندوتشات السجق البلدي. عملناها النهاردة في البيت بكل سهولة، بكل نظافة في البيت. طريقته سهلة جدا وتكلفته أقل من بره بكتير. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. ده السجق البلدي اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناة. فعلا طعمه حلو قوي وطريقته ناجحة جدا ما شاء الله. وبيسهل عليا بقى اما بكون في يوم مش فاضية او كده بعمله، ما بياخدش معايا وقت خالص. انا طبعا طلعته قبل الاستخدام كده ب10 دقايق، سبته بس يفك بحاجه بسيطه. بصوا لو عايزين تقطعوه بيتقطع سهل، هو على فكره متجمد شويه، بيتقطع سهل معايا بالسكينه. بصوا بيتقطع سهل بالسكينه، بس انا مش عايزه اقطعه، انا عايزه اسيبه سليم كده عشان هعمله لهم سندوتشات. وينفع بقى لسندوتشات المدرسه، بيبقى تحفه وطريقته سهله جدا. هتقومي الصبح كده تعمليه في اقل من 5 دقايق، مش هياخد معاكي وقت خالص. وعلى فكرة انا شايفة ان هو اقتصادي مش غالي ولا حاجة. يعني شوف احنا بنجيب الربع اللانشون الحلواني بكام اصلا. انا جايباه اخر مرة من عندنا هنا ب70 جنيه الربع. فانت روحي هاتي نص كيلو لحمة ب120 جنيه واعملي احلى سجق لولادك في البيت وحاجة نظيفة. والنص كيلو لحمة هيرمي معاكي على فكرة كمية. حطي بقى عليه برغل، شوية برغل كده وحركات هيزود لك الكمية. انا برضو ان شاء الله هبقى اعمل معاكم في القناه، هعمل برضو معاكم السجق الاقتصادي. لان الحاجات اللحوم المصنعه دي انا ما بجيبش جبنه ولا لانشون، لان بتبقى الحاجات دي غاليه اصلا ومش صحيه. فانا بالنسبه لي بعمل الحاجات المصنعه دي في البيت للولاد. بصوا بيتقطع معايا سهل اهو. وهاتي صينيه كبيره كده واعملي فيها عشان يتحمر برضو معاكي كويس. هنزل بقى كده ببصلتين انا مقطعاهم جوانح كده بالشكل ده. البصل انا مش هحمره، يا دوبك بس هسيبه يدبل. انا زودت كمان بصله لان البصل بصراحه بيديله طعم حلو، بيبقى برده حلو كده نغمس منه مع السجق بيبقى جميل. خلاص كده البصله دبلت معايا. هبدا بقى اقلب كله كده مع بعضه. وبعدين انزل بالفلفل، فلفل احمر اصفر اخضر قرن شطه. طبعا الفلفل زي ما تحبي الكميه اللي انت عايزاها، وبرده المطاع عندك حطي ما توقفيش نفسك على حاجه. التوابل عندي ملح كمون فلفل اسود بابريكا مدخنه. هنزل بهم كده مع البصل والفلفل. وانزل بقى كده بالطماطم. ههدي عليه بقى لمده 5 دقايق. الخضار انا مش بسويه قوي، انا برضو بسيبه فيه قرشه خفيفه كده عشان برضو يبقى طعمه حلو ويتغمس منه برضو ما ينهرش كده مع السجق. كده خلصت بقى السجق بكل سهوله زي ما انتوا شفتوا كده. ما خدش معايا وقت خالص وطريقته سهله جدا وبيبقى طعمه تحفه. هحطه بقى في فينو او في عيش بلدي زي ما تحبي. حابه برضو تعمليه عادي، ممكن تعملي جنبه شويه رز شويه مكرونه شويه بطاطس محمره اي حاجه، واشغل اي حاجه بيبقى جميل. كده بقى خلصت وصفتي النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبتكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.